اسمعوا معايا الخراب على الأبواب. نعم، الخراب على الأبواب في المغرب، ولكن المغرب يمر بأزمة خانقة ويمر بأزمة القرن، لكن سقوط المغرب لن يكون بدون إلحاق الضرر على الجزائر. الهزة الارتدادية أو الزلزال الذي سيضرب المغرب ستكون له تداعيات وهزات ارتدادية على الجزائر. في هذه الحالة نحن بحاجة إلى تماسك الشعب مع القيادة، نحن بحاجة إلى كل الوطنيين مهما كان انتمائهم، حتى وإن أخطأوا وتابوا. الجزائر تسع الجميع، والجزائر الأم الحنون تقبل كل أبنائها يكونوا في حضنها، لأنه كلام مثل هذا، اسمعوا ماذا يقول هذا المغربي، كلام مهم ومهم جدا. اسمعوا معي هذا الخبير، هذا الكاتب الذي كتب كتاب سماه الخراب على الأبواب. اسمعوا ماذا يقول. هذا أخطر ما كان وحنا وصلنا له ونبهنا له في الكتاب ديال الخراب على الباب بيبي والخراب على الباب، أننا غادي نوصلوها. حنا وصلنا بالضبط، راه قلنا هذه عامين قبل ما نوصلوا ليها وحنا وصلنا ليها. والصهاينة لذلك نحذر من أن التطبيع هو الطريق السيار نحو الخراب، لوتوروت للخراب. والتطبيع سيؤدي حتما وقطعا للحرب بين المغرب والجزائر، والحرب بين المغرب والجزائر يعني انفكاك كيان يسمى المغرب. ما هي إلا الشهور لا قدر الله إذا انخرطنا في هذا الشيء اللي كيعملوا الصهاينة يوميا، وعندنا تسجيلات من قادة الصهاينة لإشعال هذه الحرب. إذا اندلعت بعد شهور لن يبقى حتى واحد كيهضر على المغرب، غادي نوليو نهضروا على كيانات اخرى وعلى حروب اخرى، وغادي نساو الناس شي حاجه سميت المغرب، وغادي تبقى شي حاجه سميتها الدوله المغربيه، ما غادي يبقى حتى شي حاجه سميتو هذا النظام المغربي. علاش مازال ما دخلش للناس بعض الناس الراس عجيب؟ وحنا شفنا المأساة ديال الفلاحين يغزر نفيكيك هذا استغلالات فلاحيه، حوالي 40,000 شجره نخيل من اجود التمور ديال بوفقوس وازكزا الآن أصبحوا ثكنات للجيش الجزائري، في حين كانوا استغلالات فلاحية لفلاحي في كيك المغاربة. شكون اللي غادي يعوض هاد الفلاحين؟ ماذا صار أمرهم الآن؟ لماذا أصبحت استغلالاتهم ثكنات عسكرية؟ وهذه البداية، والجاء القادم أسود وأسوأ. وهذه استغلالات، علاش الجزائريين ساكتين هاد العقود كلها إلى هاد الأرض ديالهم؟ بالنسبه للجزائريين تيقول لك حنا تنعتبروا بحال المغاربه بحال الجزائريين، كيستغلوها الله يخلف، ما عندنا مشكل. لكن علاش دابا قال لهم نوضوا تخويو وهي ارض جزائريه؟ الحدود ما عندها معنى انثروبولوجيا وانسانيا وتاريخيا، الحدود بين المغرب والجزائر لا معنى لها، ما عندنا الوقت نفصلوا فيها. لكن بالقانون هذه أرض جزائرية. ونشر في الجريدة الرسمية أن الملك ديالنا الراحل ورئيس ديالهم الراحل هو ريبو مدينو الحسن ثاني موقعين اتفاقية نشرناها احنا، راه نشرت مقال مفصل وفيه نسخة ديال هذا، ولذلك المغاربة قالوا لهم سكتوا زيدوا كذا. لكن الجزائريين علاش طردوهم دابا؟ وهذه عقود ما عمر حتى واحد هضر معاهم، لأن بن شباط مستشار ما يسمى الأمن القومي في الكيان الصهيوني، والذي وقع التطبيع باسم الكيان الصهيوني هنا في المغرب، دار تصريح يقول فيه، وهذا هو السبب، تيقول بأن غادي نصدروا في الحكومة طابع بريد ينتمبر في خريطة المغرب، ماشي فيها غير الصحراء المغربية، فيها حتى الصحراء الشرقية، وتلقوا الذباب الإلكتروني ديالهم يشرحوا ما معنى هذا الشيء، بمعنى كولوم بشار وقرارة والقنادسة حتى تلمسان ووهران، هذه الصحراء الشرقية، بمعنى إشعال الحرب بين المغرب وبين الجزائر. هذا هو. والآن عاود شفنا لي زيسكارموش مؤخرا في واد الزلمو، وتقطعات العلاقات وتغلقات الأجواء، يعني غاديين بالتطور ديال التصعيد الأسوأ. ولذلك نطلب من الله السلامة، ونطلب من الشعب، هو شعب واحد في دولتين، الشعب المغربي والجزائري، أنهم ما يمشيوش وراء الذباب الإلكتروني الذي يسعره المستوى الأول في صنع القرار في الكيان الصهيوني والمخابرات، وأنهم يتعقلوا، لأن اندلاع الحرب بين المغرب والجزائر يساوي انفكاك. نعم، الخراب على الأبواب في المغرب، هذا ما تنبأ ويتنبأ به كثير من الخبراء والمحللين السياسيين والإعلاميين في المغرب وفي العالم ككل، أنه دخول الصهاينة رسميا
لأن الصهاينة الإسرائيليين موجودين في المغرب من 1963، وهم الحمد لله وهم الذين حرضوا الملك المغربي الراحل الحسن الثاني على المطالبة بأراضي من الجزائر بعد استقلال الجزائر مباشرة، ما يسمى بحرب الرمال 1963، والقصة معروفة. الصهاينة هم المخابرات الإسرائيلية في 1963 هم اللي طبعوا الحسن الثاني. إذا تطبيع موجود من 1963 ولكن في السر، الآن أصبح في العلن، زيارات كل أسبوع كل شهر وفود إسرائيلية، ويعني تجييش وتضخيم وتهليل وتطبيل للحرب في المغرب ضد الجزائر بطريقة أو بأخرى. هذا الأمر سيؤدي إلى خراب المغرب. لماذا؟ لأنه القاعدة الإلهية أن ربي سبحانه ينصر المظلوم ولو بعد حين، وإحنا مناش ظالمين، الجزائر إحنا مناش ظالمين، وعمرنا ما تعدينا على المغرب أو غيره، وعمرنا ما طالبنا بمتر لا من تونس ولا من ليبيا ولا من مالي ولا من نيجر ولا من المغرب أبدا. نحن نحترم الحدود الاستعمارية الموروثة، ما طالبنا حتى بمتر قلنا هذه تاعنا، ما طالبناش، احترمنا الحدود التي رسمها الاستعمار الفرنسي وفق معاهدات دولية عالمية موجودة في دساتير وموجودة في اتفاقيات وموجودة في معاهدات ما بين الجزائر والدول المحتلة اللي كانت تحتلها الاستعمار الفرنسي. لكن المغاربة بالدرجة الأولى حاشا الجيران الآخرين، المغاربة لحد الآن ما عندناش حدود مرسمة معاهم. الحدود ما بين الجزائر والمغرب دائما المغاربة أو مثل ما يقول هذا المحلل يطالبون بما يسمى بالصحراء الشرقية، اللي هي بشار وتندوف وممكن حتى أجزاء من ولاية تلمسان وغيرها. إذا هذا المخطط اللي هو مخطط صهيوني ما كل مرة يزيدوا ينفخوا فيه ويزيدوا عليه. لكن أقول ما قاله هذا الخبير المغربي، الكاتب المغربي الذي كتب كتاب الخراب على الأبواب، أن المغرب خلال السنوات القادمة ستتغير خارطته لتصبح كالتالي. هذه خارطة المغرب في المستقبل القريب. هم يريدون تغيير خارطة الجزائر وخلق دويلة ما يسمى بالماك اللي هي في أحلامهم، ويشجعون الماك على المطالبة بالاستقلال الذاتي مثل ما يقولوا، وينظموا حتى المؤتمر، لأنه المؤتمر الأخير ما يسمى المؤتمر السادس ولا الخامس لحركة الماك في باريس يوم 15 جانفي قبل أيام مولته المخابرات المغربية، معلومات رسمية، وحضره بعض اليهود، يعني نقول اليهود الإسرائيليين داخل القاعة، وشارك فيه بعض الإسرائيليين من تل أبيب مثل إيدي كوهين، بحضور بعض الخونة أنور مالك ورقاص العيون كانوا حاضرين معاهم، شاركوا في المؤتمر حسب ما بلغني من معلومات أنهم كانوا حاضرين في المؤتمر معاهم كضيوف شرف. نعم، نتمنى أنهم ينكروا هذا الخبر لكن أو يكذبوا هذا الخبر، لكن كانوا موجودين طبعا بالإضافة إلى بعض الخونة الآخرين. هذا المغاربة راهم يتكلموا على ما يسمى بحركة الماك ودولة الماك، لكن أنا نقول لكم أن المغرب خلال السنوات القادمة ستصبح خريطته كالتالي. بعد ثورة الشعب المغربي ضد الاحتلال المخزني ستصبح المغرب مكونة من 4 دول، وتحدها من الجنوب الصحراء الغربية، من الشمال تصبح جمهورية الريف، من الشمال الغربي جمهورية المغرب اللي هي الآن، ومن الشرق والجنوب الشرقي جمهورية أسامر، ومن الجنوب ما بين المغرب والصحراء الغربية ستكون جمهورية سوس. هذا هو الخريطة الرسمية للمغرب خلال الأشهر القادمة. نعم، هذه الخريطة الرسمية للمغرب خلال الأشهر القادمة، وهذا مخطط صهيوني وليس جزائري. الصهاينة يريدون تقزيم وتفكيك وتقسيم المغرب الحالي، ما عندهمش نية صادقة مع المغرب، وأي منطقة يدخلها الإسرائيليين يخربوها ويقسموها ويحطموها ويفكوها. إذا نصيحتنا للمغاربة: أنقذوا المملكة المغربية قبل أن تصبح جمهوريات متقاتلة متناحرة وتطيحوا في حرب أهلية لها أول وليس لها آخر.
هذا الأمر سيؤثر علينا في الجزائر وسيضرنا وسيهدد أمننا واستقرارنا. نعم، على هذا الأساس لا نتمنى ولا نترك أصلا الفرصة للصهاينة بتقسيم المغرب، لأنه أي مشاكل في المغرب سنتأثر بها، على الأقل من الناحية الإنسانية نتأثر بها، لأنه المغاربة ما عندهمش يهربوا. وين يروحوا؟ يروحوا لإسبانيا، هي محتلت لهم 6 ليلة، يهربوا المحيط، يهربوا للصحراء الغربية اللي أصلا في أزمة. إذن رايحين يهربوا إنسانيا، لجوء إنساني، يهربوا للجزائر. إذن هذا الأمر لا يخدمنا. عدم استقرار المغرب لا يخدم الجزائر، بل الجزائر مع المغرب القوي، المغرب المستقر، المغرب الموحد، تفاديا لأي مشاكل قد تصيب الجزائر. لأنه مثل ما قلت لكم المغرب أي مشاكل فيه عدم استقرار المغرب سيؤثر بالسلب على الجزائر، لأنه بعض المغاربة الأغبياء الجهال يعتقدون أن الجزائر من مصلحتها حرب أهلية في المغرب، ومن مصلحتها عدم استقرار في المغرب، ومن مصلحتها انقلاب الشعب على الملكية في المغرب. أبدا، ليس من مصلحتنا استراتيجيا، أمنيا، سياسيا، وخاصة اقتصاديا، إنسانيا. ليس من مصلحتنا انفلات الوضع في المغرب أبدا، بل من مصلحتنا استقرار الوضع في المغرب والأمن والأمان في المغرب، وهذا ما نتمناه ونسعى لتحقيقه في المغرب أو في تونس أو في ليبيا أو في مالي أو في النيجر أو في الصحراء الغربية أو في موريتانيا. استقرار الوضع في دول الجوار هو استقرار الوضع في الجزائر، والعكس. عدم الاستقرار في أي دولة من دول الجوار هو تهديد للأمن القومي الجزائري، وهذا لا يخدمنا ولا يفيدنا في شيء. أتمنى أن